أسعد الله أوقاتكم بكل خير. النهاردة حلقة جديدة من حلقات الوعي مع الجورنالجي. معكم على أرشاد، مذيع ومراسل صحفي. النهاردة هنتكلم في موضوع يمس كل واحد فينا، لأننا بنغلط من غير ما نحس. خليني أبدأ بسؤال واحد: هو الإعلام لسه على الشاشات ولا بقى في جيبك وبيشكلك من غير ما تاخد بالك؟ زمان كان الإعلام جورنال وتلفزيون وراديو، كان ليه بوابة ومسؤولية ومحاسبة. النهاردة أي واحد ماسك موبايل بقى إعلامي وصحفي، وفي إيده وسيلة إعلام مش بتقوله لأ، والنتيجة الدنيا هيصة وليصة، ولا حد عارف مين ده ولا مين دي، ومين مع مين ومين ضد مين. في وقتنا ده الكلمة بقت خطر موقوت، أي كلمة ممكن تشعل فتنة، وأي بوست ممكن يولع بلد. بس الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها، مش كل اللي بيكتب فاهم، ومش كل اللي بيصرخ وبيقول حرية رأي عارف هو بيقول ايه. الحقيقة الأهم احنا اللي سمحنا بده، بنشارك قبل ما نفكر، ونصدق قبل ما نبحث. بوست يعمل فتنة، فيديو مفبرك يعمل فزع، هاشتاج يغير اتجاه مجتمع. عشان كده قبل ما تشارك فكر. ليه قبل ما تشارك لازم تفكر؟ لأن الخطر الحقيقي مش في وصول المعلومة، لكن في قدرتها على تشكيل وعيك من غير ما تحس. لازم تبقى فاهم وعارف، مش كل اللي بيجيلك خبر، ولا كل صورة حقيقة، ولا كل ترند صادق. بيوت كتير اتخربت بسبب بوست مجهول، ناس اتشوهت سمعتها بسبب فيديو مقصوص ومتداول من غير ما حد يتأكد من صحته، قرارات اتشكك فيها عشان معلومة ولا حد كلف نفسه يسأل هي صح ولا غلط. الأفعال الغير مسؤولة على وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها سلبي ومدمر على الأفراد والمؤسسات والمجتمع، وده بيرجعنا لنقطة مهمة: غلط المسؤول بيغطي على الكل. غلط المسؤول بيغطي على الكل. عشان كده لازم المسؤول يطلع بكل شفافية ويقول الحقيقة قبل ما الحقيقة تبقى شائعة يتحط عليها زيادة أو يتشال منها. خليك فاكر، التكنولوجيا اتعملت عشان تخدمك وتسهل لك حياتك، مش عشان تستخدمك. هي مش خطر في حد ذاتها، إنما الخطر الحقيقي إنك تبقى أداة في إيد حد وإنت فاكر نفسك حر. قبل ما تشارك اسأل نفسك: أنا بخدم مين؟ وبخدم على مين؟ وبنشر ليه؟ شوفوا مثلا موضوع ترندات بلا قيمة، مغني مغمور يعمل فرح وبعدها فضايح العالم كله شافها بس عشان الترند. اللي يسيء لصورة مصر بلد العلماء والحضارة يبقى عدو مصر، واللي يسيء للمجتمع المصري بقيمه ودينه يبقى عدو مصر. وكل ده بيبدأ بشير من غير وعي ولا ضمير، وترندات من غير وعي ولا ضمير. كلمتك يا إما نور يا إما نار، وانت في الآخر اللي بتختار. في زمن اللخبطة والكذب الفهم بقى مقاومة. الفهم بقى مقاومة. مش كل وعي بريء، والحقيقة مش دايما عالية بس دايما واضحة. القصة مش محتاجة صوت عالي، محتاجة وعي أكتر. في الوعي مع الجورنالجي بنفهم قبل ما نحكم. استنوني في الحلقة الجاية، لأننا هنتكلم في موضوع هيكشف لك حاجة ما كنتش شايفها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم بكل خير.